بوست النهارده عن أسرة مفككة. الأب عصبي جدا وبيكسر كل حاجة. الأم بقت خايفة على نفسها وعلى أولادها وقررت تسيب البيت هي وأولادها. هما مشيوا بعيد وسابوا الأب لوحده. يا عيني هي كانت شايفة إن كل الأسر من حقها إنها تبقى سعيدة، ومن حق الأم والولاد يبقوا سعداء مع الأب. ورجع جارهم قال لها انت ماشية وسايبة البيت ليه؟ قالت له مع كل أسف أنا خايفة على ولادي وخايفة عليهم يكبروا في الأسرة المفككة دي. يا ترى افتكرتوا تدوسوا إعجاب بالفيديو وتشتركوا في القناة عشان نعرف نعمل لكم فيديوهات تانية؟ دلوقتي الأم أخدت الأولاد وراحوا ناموا بعيد وهم صاحيين. هي كانت بتشتغل كل الشغلانات عشان توفر الفلوس للولاد. كانت سعيدة بشغلها لأن هي عارفة إن هي بتأهل لولادها حياة سعيدة. هي كانت بتشتغل 3 شغلانات، كانت بتوصل الطلبات وكانت بتنظف البيوت وكانت بتخدم في المطاعم عشان توفر لولادها أكل جميل. وولادها كانوا مبسوطين جدا بيها. معلش أنا بفكركوا تاني تدوسوا إعجاب بالفيديو، أكيد انتوا من حلاوة الفيديو نسيتوا. المهم الولد كان في المدرسة والناس كانت بتغلس عليه. هم كانوا بيحاولوا يغلسوا عليه عشان هم عارفين إن هو أسرته مش موجودة. المدرس كان أول ما بيجوا هم كانوا بيعملوا فيها إن هم كانوا مش بيعملوا له حاجة، بس هو عارف إن مين بيغلس عليه، وكمان بيغلسوا على أخته وبيقولوا لهم انتوا باباكم مش موجود معاكم. والولد والبنت كانوا زعلانين جدا، كانوا مش عارفين يتصرفوا ازاي. لما بيرجعوا البيت لمامتهم بيحكوا لها بيقولوا لها الناس كلهم بيضايقونا في المدرسة، احنا اتعورنا في المدرسة بسبب الولاد، انت الغلطانة، انت اللي خلتينا نسيب البيت، ازاي تسيبي البيت بينا؟ الأم قعدت تصالحهم وتقول لهم أنا عملت كل ده عشان أنا خايف عليكم، معلش دي فترة وهتعدي وهنعيش عيشة سعيدة كلنا. انتوا كمان افتكروا اشتركوا في القناة بتاعتنا واعملوا إعجاب بالفيديو وهنعمل لكم فيديوهات تانية كتير.